بالظبط كل الكلام دوت، وهنفهم ازاي بنعمل له تصميم وازاي بنعمل له حسابات وطرق ربطه بالمحطه عندنا. وده جنرال اسكيماتيك موضح فيه الثيرمال ستورج تانك بالديفيوزر بتاعته، الديفيوزر العلوي والديفيوزر السفلي، وما بينهم برضو طبعا الالوان دي مهمه جدا، دي بتعبر عن درجات الحراره الخاصه بالمياه جوه الثيرمال ستورج تانك، بحيث ان الميه الساقعه بتكون تحت، وما بينهم طبقه طبعا اللي قلت لك عليها اللي هي الثيرموكلاين، وهنعرف ازاي بنحسبها وازاي نعرف نعمل السيبريشن دوت وبطريقه ناتشورال بدون اي تدخل ميكانيكي. والطبقه اللي فوق بتكون المياه الدافئه، ودي بعض الفالفز اللي بتكون موجوده سواء بريشر سستيننج فالف وبارل ماتشيك فالف طبعا، ودي المضخات بتاعتنا بتاعت المحطه الرئيسيه اللي هي البرايمري والتشيلرز بتاعت التشيلرز والسكندري. وبعد كده لما هنكبر يعني هنكبر الموضوع شويه وهنكبر الدايره بتاعتنا، وهيكون عندنا اللي هو التيرشري بامب اللي خاصه بتغذيه الانرجي ترانسفير ستيشنز اللي هي الاي دي اس ستيشنز اللي موجوده عندنا، اللي انا المفروض كبروفايدرز بقى او انا عامل محطه يعني عشان ابيع المياه ديت لليوزرز المختلفه او البيلدنجز المختلفه. فهنشوف الكلام ده كله. طيب يعني ايه ثيرمال ستورج تانك؟ يعني لو جينا نشوف كده، طبعا انا كنت عامل هنا السيميوليشن ده بس مش هيشتغل في البي دي اف، فهفتحه من الوورد. ده سيميوليشن لثيرمال ستورج تانك وفي مرحله التشارجنج. يعني ايه تشارجنج؟ يعني انا بملى ميه ساقعه للتانك. ويعني ايه ديسشارج؟ لان انت هتلاقي عندنا بنقول يعني تشارج مود وديسشارج مود. فانا بملى ميه ساقعه من تحت من البوتوم بتاع التانك، فيبتدي ان اللايرز بتاعت الميه الساقعه تكون موجوده تحت والميه السخنه هتكون موجوده فوق، وما بينهم زي ما انت شايف كده اختلاف الالوان، وهو ده طبقه الثيرموكلاين اللي لازم احافظ عليها عشان ما يحصلش ميكسنج ما بين الميه السخنه والميه الساقعه اللي تحت ويبوظ لي العمليه ويبوظ لي المنظومه عندي، وبالتالي انا صرفت بناء ثيرمال ستورج تانك باحجام طبعا مهوله وكبيره جدا وبتكلف فلوس كتير جدا، وربطته بالشبكه بايبس وامبس وهيت اكسشينجر، وسواء ربطته بدايركت او اندايركت هنشوف يعني، وفالفز وانسترومنتيشن ديفايس. وفي الاخر جوه الديزاين بتاع الثيرمال ستورج تانك مش كويس، فبالتالي حصل خلط ما بين الميه السخنه والميه الساقعه، فبوظ لي المنظومه خالص، لان مفيش اي بارير يعني فيزيكال بارير ما بينهم، لا هو عباره عن الميه الساقعه بتتفصل عن الميه السخنه من خلال طبقه برضو حراريه اسمها الثيرموكلاين. هنعرف الكلام ده كله. انا بس كنت عايز اوريك الانيميشن دوت عشان بس تتخيل معايا الفكره وتعرف ان مفيش اي ميكانيكال بارير او فيزيكال ميكانيكال بارير جوه الخزان ده، هو بس طبقات بتكون مفصوله يعني عن طريق اختلاف درجات الحراره اللي هو بيؤدي طبعا اختلاف الدنسيتي بتاعه الفلويد، فبيعمل لي فصل. وزي ما واضح هنا برضو وهنشوف الميه بتخش له عن طريق حاجه اسمها ديفيوزر. الديفيوزر دوت هنعرف تصميمه، وده اهم مرحله ومن المراحل الكريتيكال جدا في تصميم الثيرمال ستورج تانك، وهو يعتبر الموست امبورتنت كريتيكال اليمنت في الستورج تانك، عشان من خلاله هو اللي بنقدر نحصل على السيبريشن الجيد ما بين الميه السخنه والميه الساقعه. فيلا بينا نشوف كده واحده واحده ونتعرف على موضوع الثيرمال ستورج تانك. طيب انا كاتب لك بعض الديفينيشنز، طبعا انا بحب ان انا ابدا موضوعات الشرح عندنا بطريقه نظريه الاول، لان ده مطلوب، لان طبعا ما ينفعش نخش في حسابات بس. انا لو اديتك حسابات بس دي معناها ان انت تحول يعني لآلة حاسبه يعني، او مش حاجه ثانيه يعني. فاحنا لا، احنا لازم يكون عندنا النولج النو هاو بتاع الحاجه، وزي ما بنتكلم يعني القاعده الرئيسيه في اي تعلم او اي علم هو النظري. فما حدش يتضايق ان انا بكون حاطط نظري كتير في المحاضرات بتاعتي، ولكن هي يعتبر ما بحطش نظري وخلاص او اي حشو، ده بيكون صلب الموضوع وازاي المنظومه عندي بتشتغل، او الفكره الرئيسيه وراء المعده او الجهاز او التانك بتاعي اللي في الحاله بتاعتنا يعني، الفكره الرئيسيه وراء تشغيله. طيب بكل بساطه انا قايل لك هنا ان الثيرمال ستورج تانك ده عباره عن انرجي مانجمنت تكنولوجي بشيفت كولينج انرجي كونسبشن، بتحول الانرجي كونسبشن بتاعنا في البيك هاورز لاوف بيك هاورز. يعني ايه؟ انت عندك في البيك هاورز دي اللي هي بتكون بالنهار، انت طبعا في النهار في الدول الحاره والوطن العربي يعني ما بيكون التكييف او المكيفات او الكلام ده شغال على طول، فبتسحب كهرباء كبيره جدا نتيجه طبعا درجات الحراره العاليه. طيب فده يعتبر عندنا البيك اورز، تمام، وهي اللي بيكون فيها الاشغال الاكبر او هي اللي بتستهلك الكونسبشن انرجي اكتر في النهار. طب الاوف بيك اورز دي اللي هي الساعات الليليه، انا بالليل ما بيكونش عندي نفس الاشغال، ما بيكونش عندي نفس درجات الحراره، فبالتالي انا اقدر استفاد ان انا اشغل التشيلرز بتاعتي واخزن بيها ميه ساقعه، لان درجات الحراره اولا في جو قليله، ثانيا هتاثر لي طبعا على تشغيل كفاءه التشيلرز، هتاثر لي على الكولينج تاور، درجه الحراره بتاعت الكولينج تاور،
هيعمل لي كل الكلام دوت، هيعمل لي انرجي كونسبشن طبعا. وفي البيك اورز متعارف عليه في بعض الدول ان درجه او الانرجي كونسبشن كوست او الريت اوف كوست بتاعها بيكون اعلى من الاوف بيك اورز اللي هو بالليل، فبالتالي انت لما تشتغل الشيرز بتاعتك بالليل هيكون اوفر ليك من انت تشغله بالنهار. طبعا شغالها عشان تشحن الايه، تعمل تشارجنج للتانك. خلاص فهمنا يعني ايه تشارجنج، اللي هو شحن التانك. ده بكل بساطه الكلام اللي انا كنت كاتبه هنا. تمام. شرحناه بطريقه مبسطه. طيب ايه انواع بقى الاستورج تانك ده، الثيرمال ستورج تانك؟ طيب احنا عندنا في 3 انواع رئيسيه. نوع بيتعمل او سنسبل هيت، عندنا مبدا على السنسبل هيت اللي هو يعني اختلاف درجات الحراره بدون تغير الفيز. وده بيكون اللي هو شيلد ووتر، او هنتعرف عليه بشكل اوسع ان هو ساترفايد شيلد ووتر ثيرمال ستورج تانك. او عندنا بقى الانواع اللي بيتعمل فيها اللاتنت هيت او التغير من فيز لفيز اللي هو الايس ستورج واليوتكتيك سالاتس. دي الايس ستورج ده بتخزن التلج. تمام. طبعا بتستفاد من الموضوع دوت. انت عندك مثلا لو التشارج في بعض التطبيقات الصناعيه او في البلاد الساقعه جدا بتخرج لك درجات الحراره منه اقل من 4، اللي انت عارف طبعا قشره التلج بتبتدي تتكون عند الميه من 4 فيما تحت. وطبعا ده بخزن ايه، فيبتدي يعمل لي تلج، فبخزن في ايه، اخزن تلج بدل ميه ساقعه. وبضطر طبعا ان انا ايه، احط مثلا ايثيلين جلايكول بقى وبعض الكيميكالز المختلفه عشان تبتدي ان هي ترجع لي الايس دوت لشيلد ووتر وقت الحاجه. طبعا ده بيفيدني ان انا ايه، في لو ما عنديش مثلا عندي ليميتيشن في المساحه، فبالتالي ان اخزن عندي تلج هيكون الفوليوم بتاع الميه اقل من اخزنه عند ميه. ويوتكتيك سالاتس دي اللي هي الاملاح الحراريه، نفس الفكره برضو في بعض التطبيقات الصناعيه بيتم فيها يعني ايه استخدام الموضوع الاملاح الحراريه دوت. ولكن احنا بشكل عام هنتطرق او مش هنتطرق للنوعين التانيين دول لان نادر لما بيستخدموا. احنا بنستخدم عندنا اللي هو ايه الشيلد ووتر ثيرمال ستورج تانك. وزي ما شفنا هنا او اتكلمنا بشكل عام، ولكن هنا هنقول بقى بعض النقاط وهنعملها للاوبجكتيف الرئيسيه للثيرمال ستورج تانك. زي ما قلنا ان تقليل الحمل الكهربي، يعني انت في الحمل الكهربي في البيك اورز، اوكي، ده انت خلاص انت بتقلل الكلام دوت بحيث ان انت ايه، انت بتشحن بالليل اللي هو اصلا في الاوف بيك اورز. تمام. وتبتدي ان هو بتعمل ديسشارج من التانك للميه الساقعه ان هي تروح للسيستم في النهار، فبالتالي انت برضو ايه يعني قللت استهلاك الكهرباء. وبشكل عام ده ينعكس طبعا على خفض التكاليف التشغيل، ويعني جنبك ان انت تتعرض لغرامات ماليه نتيجه ان انت استحبت مثلا طاقه اكبر من المفروض تسحبها في البيك اورز، لان بعض الدول بتفرض غرامات على الموضوع دوت. طبعا انت من خلال الثيرمال ستورج تانك ده تقدر تقلل سعه المحطه. يعني انت بتصمم قدره التبريد او قدره المشروع عندك مش على الفول لود او الجروس لود، انت بتصممها على مثلا حاجه افريج، اللي هو طبعا في دايفرستي معاك فبتصمم على حاجه افريج. وبتعمل حسابك مثلا ان انت عندك كميه ريدندنسي موجوده عندك في الثيرمال ستورج تانك، وقت ما توصل مثلا لحاله ذروه او في وقت من الاوقات يوم يومين اسبوع في السنه تبتدي ان انت تستعمل الثيرمال ستورج تانك بتاعك دوت. فبالتالي انت برضو قللت ساعه المحطه. زي ما اتفقنا برضو ان انت تشغل التشيلرز بالليل، ده بيعلي الافشنسي بتاعه المعدات عندك، خاصه الكولينج تاور والتشيلرز طبعا مرتبط بالتشيلرز، وبالتالي انت هتعلي الكفاءه. طبعا موضوع برضو الانرجي او الالكتريستي كونسبشن ان هو هيقل نتيجه طبعا انخفاض درجات الحراره، فده كله بيرفع لك كفاءه المحطه بتاعتك. طيب الاوبريشن لوجيك اللي هو منطق التشغيل يعني بتاعك، احنا اتفقنا ان عندنا حاجه اسمها تشارجنج وحاجه اسمها ديسشارجنج. عندك فتره الشحن اللي هي بتكون تشارجنج ليلا، تعمل الاتشارات بكامل كفاءتها لتخزين البروده في الخزان ده بكل بساطه. فتره التفريغ اللي هو ديسشارج، نهار بقى انا محتاج الميه الساقعه دي ان هي تغذي لي السيستم الشبكه بتاعتي، فابتدي اعمل لها ديسشارج. بنستغل الطاقه المخزنه لتغطيه احمال الذروه بمفردها او بالتعاون مع التشارج. يعني انا ممكن اشغل بس الثيرمال ستورج تانك كده استهلك منه الطاقه بتاعتي اللي انا خزنتها واقفل الاتشارات بتاعتي، لا اما بقى يكون عندي مثلا يوم في لود او ديماند لود كبير جدا، ابتدي اشغل الثيرمال ستورج تانك ده بالتعاون برده مع التشيلرات ستوري اللي موجوده عندي، فيبتدي يساعد لي ويكفير لي الديماند بتاعي اللي انا محتاجه. طيب امتى ابتدي ان انا افكر ان انا اعمل الثيرمال ستورج تانك ده؟ زي ما اتفقنا ان انا لما يكون عندي اختلاف في بين ذروه الاحمال اللي انا مصمم عليه، او سوري انا عندي مثلا مكان زي حاجه هيوج زي مطار مول، عندي هاي رايز، عندي مجمع مثلا مكاتب في هاي رايز بيلدينج، وعندك مثلا ديسترال كولينج بتغذي بيلدينج مختلفه. فانت يعني لو جيت حسبت وجمعت جمع جبري للاحمال ديت هتبقى احمال هيوج جدا. فانت في الاخر عارف ان الاحمال دي كلها مش هتشتغل او المباني دي كلها مش هتشتغل في وقت واحد، او في مثلا كولينج لوب بروفايل موجود، فمعرفك مثلا انت هتشتغل عند حمل متوسط. برضه في وقت من الاوقات الاحمال ديت، وطبعا انت عملت التشيلرز، محطه التشيلرز بتاعتك على الحمل المتوسط والمضخات والكولينج تاور، فانت بتسيب نفسك او بتامن نفسك ان انت بتحط مثلا ثيرمال ستورج تانك سواء واحد او اثنين
او اكتر، يعني في المشاريع الهيوج جدا والمخططات الكبيره جدا بيتعمل فيها يعني اكتر من واحد متوصلين ان بارل او ان سيرنس، حسب الكونفيجريشن اوكي بتاع البايلنج. فبتبتدي ان انت تغذي الشبكه وتعوض الحمل اللي انت محتاجه دوت من خلال الثيرمال ستورج تانك. طيب او زي ما انا قلت لك، انت عندك مثلا انت عايش في دوله او في منطقه بتفرض غرامات ماليه على سحب التيار او الكهرباء الزياده وقت الذروه، فبالتالي انت ممكن تتجنب دوت، وبدل ما تشغل التشيلرز اكتر ان انت لا تاخد ميه ساقعه من الايه الثيرمال ستورج تانك. او انت عندك مثلا ما عندكش كابابيلتي في المحطه بتاعتك، عندك او انت عندك البلانت ليميتيشن، فمش عارف تزود، او انت مثلا ابتديت ان انت عندك مثلا اكسبانشن في مشاريع او في بيلدينجز مختلفه، وانت خلاص بقى عندك ليميتيشن للمحطه بتاعتك ومش عارف تزود، فبالتالي انت ممكن تعمل ثيرمال ستورج تانك، ومثلا ممكن يكون مدفون كله، او لان الناس اللي بتتكلم مثلا ما هو الثيرمال ستورج تانك هياخد مساحه، لا يعني انت عندك مثلا الثيرمال ستورج تانك ده ممكن يكون مدفون بالكامل، ممكن يكون نصه مدفون تحت الارض. ف دي كلها يعني تقدر تساعدني ان انا ايه اعوض عدم توافر مساحات للتشيلر. او انا مثلا عندي التشيلرز دي انا مش عارف عندي المساحه بتاعت التشيلر، بس الكتله الكهربائيه اللي داخله لي من المحولات مش مكفيه لي، او ما عنديش القدره الكهربائيه اللي لازم تشغل لي التشيلرات الزياده اللي انا عايزها. فبالتالي حل الثيرمال ستورج تانك برده بيحل الموضوع ده. زي ما اتفقنا برده ان هو ممكن يكون ريدندنسي او بيك اب، يعني لمصدر تبريد احتياطي عند انقطاع الكهرباء او انقطاع او في طوارئ، زي مثلا الداتا سنترز. تمام، فالموضوع طبعا دوت كريتيكال جدا، فالثيرمال ستورج تانك بيساعدني ان انا اغطي الكلام دوت. طيب نيجي نشوف ده برضو انعكاسه على ايه، على الايكونوميك والاوبريشن بنفيتس. اول حاجه انت بتشغل التشيلرات عندك بستيبل لودنج، انت خلاص انت مش محتاج التشيلرز دي تشتغل، مثلا انت خلاص انت هتشتغلها بالستيج الاوبتمايزنج، لو زي ما احنا اتكلمنا ان في حالات من الستيجنج سواء ايكوال او اوبتمايزد، او طبعا اللي هو كنا بنسميه سيرس او ليدنج او لاج ستيجنج. تمام، فخلاص انت دلوقتي هتشغل المحطه بتاعتك بالاوبتمايز ستيجنج، وبالتالي ان هي تشتغل عند ستيبل لودنج ونقط ثابته معروفه، وده طبعا بيطيل عمرها الافتراضي ويقلل الصيانه بتاعتها. او انا مثلا عندي امرجنسي كولينج زي ما اتفقنا، مثلا محتاج ان انا او امرجنسي كولينج في مثلا في داتا سنترز، في حاجات كريتيكال بقى ما ينفعش الكهرباء تقطع عندها، وحتى المولدات بتاعتي مثلا هقلل الاعتماد عليها كده طبعا، لان في بعض التطبيقات طبعا في تشيلرز ولا اتنين من التشيلرات بيكونوا متوصلين على المولدات، وطبعا ده بيكون بيكلف ارقام هيوج جدا وكوست هيوج جدا، لان انت بتجيب مولدات، ومولدات بيكون كبيره جدا. تخيل انت تشغل تشيلرز، وطبعا بتجيب لوحات كهربائيه خاصه واي تي اس اللي هو اوتوماتيك ترانسفير سويتش، عشان يبتدي يبدل لك من النورمال اوبريشن او مصدر الكهرباء الرئيسي للمصدر الاحتياطي. موضوع كبير، فبالتالي انا اقدر ان انا استخدم الثيرمال ستورج تانك ده وهيوفر لي المولدات الاحتياطيه، او ممكن استخدمه خلي بالك بقى في حته مهمه جدا وحته كده براكتيكال شويه. في بعض المشاريع بيستخدموا، يعني بيقول لك دلوقتي الثيرمال ستورج تانك ده عندي كميه ميه مهوله، فعليا كميه ميه مهوله. انت ممكن تلاقي الثيرمال ستورج تانك ده قطره مثلا 25 26 متر، وارتفاعه 28 30 متر، 35 36 متر حسب الديزاين بتاعك. انت متخيل كميه الميه اللي موجوده عندك متخزنه. فانا استفاد ايه في حاله ان كيس اوف فاير مثلا، والتانك بتاعي تانكات الحريق مش مكفيه، فببتدي ان انا استخدمه كمصدر بديل ليه واغذي بيه طرمبات الحريق، وابتدي ان انا اعمل اطفاء للمشروع بتاعي. طبعا ده طبعا يعني ايه بيعتمد طبعا على الكود بتاعك بيسمح بكده ولا لا. طيب احنا زي ما اتفقنا هنركز على الشيلد ووتر ستورج تانك اللي هو السيرتيفايد تانك. يعني ايه سيرتيفايد؟ يعني بيشتغل ناتشورالي، يعني بيشتغل باختلاف الكثافات. يعني الفاصل ما بين الميه الساقعه والميه الدافيه هو طبقه من الثيرموكلاين دي. يعني هنا لو درجه الحراره 5 تلاقي درجه الحراره هنا مثلا 8، تلاقي درجه الحراره في الميه الدافيه 14 مثلا حسب التصميم بتاعك. التانك التصميم بتاعه الصحيح هو ان انا اعمل الفصل دوت، يعمل لي طبقه ثيرموكلاين الارتفاع بتاعها بيكون من 30 سم ل 100 سم اللي هو ال1 متر. تمام، وتحتها